الطبق التقليدي تاع اليوم جانا من المدينه الجميله تيبازا. اللي ما يعرفوش تبعوا معايا لا غوصه. نبدا بالعجينه. درت 2 كيلات سميد و2 كيلات فرينه، شويه ملح، نخلط النواشف ومن بعد نبدا نزيد بالماء غير بشويه حتى تتجمع لاباط. اللي القوام تاعها راح يكون كيما العجينه تاع المحاجب. نعجنها غير شويه ونحطها ترتاح داخل كيس بلاستيك ونوجد الحشو اللي راح نديرو في هاد العجائن. اللي كميه من لافيونداشي، في شويه زيت، فلفل كحل والملح. نزيد البصل، قطعت 4 حبات بصل مكعبات صغار ونقليه مع لافيونداشي حتى يدبل. نغطي عليه كي يطيب نزيد النعناع بعد ما غسلته وقطعته رقيق. الحشو راه واجد، نخليه يبرد على جهه ونجوزو لاصوص. ندير شويه زيت في كاسرونه ونخلي 2 حبات بصل متوسطين، مغرفه كبيره توم سكرفج، 3 حبات طوماطيش قشرتهم ورحيتهم، 3 حبات سروديه قطعتها صغيره، والتوابل مع الملح. درت فلفل كحل وفلفل احمر. وما نساوش لا طوماط كونسونطري، استعملت تاع ازدهار مصنوعه بالطماطم الطازجه، وتزيد البنه لاصوص. درت مغرفه كبيره، زدت حفنه تاع العدس، نمرق بالماء سخون لاصوص اللي لازم تكون مايحه. العجينه بعد ما ريحت نقرصها كريات ما يكونوش بزاف كبار، نجبدها بالطول ونفتح كل حبه بهذا الشكل. استعملت الزيت كيما الطريقه تاع المحاجب ونفتح بالطول. نديروا الحشو في الوسط، نغلقهم من الجوانب ونروليها كيما نروليو البسكوي غولي. نحطهم يطيبوا في لاصوص ونغطي عليهم. اذا لاصوص كانت ناقصه زيدوا مرقوا شويه. وكاين اللي يطيبوهم في الكسكاس اللي يتحط فوق القدره تاع لاصوص. الذوق تاع هذا الطبق اللي اسمه كويرات المدلوكين فكرني في كربابين، يعني يتقاربوا بزاف في الذوق. نتمنى الوصفه تكون عجبتكم وبالصحه والراحه.